بيريز تحول من قرش إلى سمكة في صفقة رودري. القصة بدأت لما مورينيو كان عنده مشكلة، يحتاج محور. ومين أفضل محور في العالم حاليا؟ رودري، اللي بالصدفة كان متاح للانتقال، واللي برضه طلع في مارس وقال ما حد يقدر يقول لا لأعظم نادي في العالم، ريال مدريد. فيروح الريال يتفق مع السيتي ويتفق مع اللاعب، الامور طيبه وكل شيء تمام. حتى فابريزيو كم مره طلع وقال الهير وي جو قريبه، لكن يطلع رئيس الكشافه واسمه جوني ويروح يكلم بيريز يقول له اسمعني يا طويل العمر، احنا صرفنا كثير، فايش رايك نروح نكلم السيتي ونقول لهم يخفضوا المبلغ المطلوب، وترى رودري هذا ما حد بيشتريه غيرنا. عشان بيريز اللي ما في شيء يحبه اكثر من الفلوس يقول له طيب يروح للسيتي ويقول لهم كم آخر. ووقتها رودري كان بس حاب انه يلعب مع ريال مدريد. الريال كانوا يحسوا انه ممكن يضغطوا على السيتي بهذه النقطة، لكن رودري يطلع ويقول الى متى وانا استنى، عشان يعطي السيتي الضوء الاخضر انهم يتفاوضوا مع اندية ثانية. ويروح السيتي يكلموا برشلونة، النادي اللي اتذكر انه في بداية الانتقالات كان مهتم باربع لاعبين، كل الاربعة الريال اشتراهم عشان يقول حان وقت الانتقام، ولو انه عارفين انه رودري ما رح ينفع مع بيدري. وشفناها في كأس العالم لما تحيط بيدري، لكن ما يفرق معهم ويقدموا عرض عشان يورطوا الريال، اللي الان امام خيارين. الاول اما انهم يرفعوا عرضهم او انه يقبلوا رودري يروح لبرشلونة.